السند. البخاري كان يهمه السند. البخاري يأتي بخرافة ويضعها في كلام وينسب إلى النبي ويقول هذا حديث إسناده حسن فهو حديث صحيح، بينما المضمون لا يقبله عقل ولا واقع ولا دين. هؤلاء الذين نظرت إليهم وأنصت إلى بعضهم في وجه انتقاد البخاري، الجامع بين هؤلاء جميعا لهم صفة جامعة بينهم جميعا، كلهم ليسوا من أهل الاختصاص، كلهم ليسوا من أهل الاختصاص. هذا عالم في الفيزياء الكمية، هذا في الرياضيات، هذا ساقط في التحضيري، هذا أستاذ الفرنسية، كلهم هؤلاء كلهم ليسوا من أهل الصلاة، كلهم بلا استثناء بلا استثناء. واحد يقول لك الحديث في البخاري وأنا لا أقبله، علاش؟ هذا الذي ينقلني إلى شيء آخر. مما ينتقدون به البخاري هو قاعدة عندهم أن الدليل ينتج غير مدلوله، وهذا مما ترفضه العقلاء، هذا لا يستقر في النتيج. الدليل ينتج غير المدلول، هذا عجيبة هذه. إذا قام أحدنا يقول لهم لماذا تنتقدون البخاري؟ يقول لك البخاري معصوم. هل البخاري معصوم؟ أنت ماذا تقول؟ ليس بمعصوم. تشكون في هذا؟ تكون ساكتين. البخاري ليس بمعصوم. إذن هذا الدليل المدلول، إذن أخطأ. عدم عصمة البخاري تنتج احتمال الخطأ، لا تنتج الجزم بالخطأ. هم يستدلون بعدم عصمته على الجزم بغلطه، هذا لا ينتج بهذا. عدم العصمة ينتج احتمال الغلط، احتمال. طيب هذا الاحتمال ارتفع، كيف ارتفع؟ بتواتر أنظار النظار على البخاري. لما يتواترون ويسلمون كل مرة يزول هذا الاحتمال، تنقص قوته إلى أن يزول من النفس بالكلية. فهذا استعمال للدليل استنتاج من الدليل ما لا يدل عليه الدليل. ثم أخيرا يقولون إن البخاري، وهذه وصمة يشاركه فيها إخوانه من المحدثين، أنهم يعتنون بالسند ولا ينقدون، ولذلك تجد في كتبهم بأسانيدهم الصحيحة التي يزعمون أنها سلسلة الذهب، تجد الأحاديث التي لا يمكن، المتون التي ما يمكنش، وهذا دليل على أنها لم تنتقد. طيب هذا طبعا وهلة كما يقول الأول لا لعلها، لأن في شرط الصحيح شرطين راجعين إلى المتن، هما عدم الشذوذ وعدم العلة، هذان شرطان راجعان إلى المتن في غالب أحوالهما. طيب هب أن البخاري لم يفعل، انقضوا أنتم المتن، كيف تنقضونه؟ يعني نريد نحن نتكلم عن العلم، والعلم هذا مبني على ضوابط. أعطونا ضوابطا لنقد المتن. الضوابط عندهم إما راجعة بعرض الحديث المتن على المنطق، هكذا يقول أحدهم، أو على العقل، أو على المعارف الإنسانية. وأخص من هذه المعارف ما استحدثه الناس من العلوم التجريبية، إما العلوم الفيزيائية، العلوم الفضائية، العلوم. فيعرض المتن، ينقد المتن بعرضه. طيب بعرضه على العقل، هذه غريبة من الغرائب. وأنتم تعلمون الكلام المشهور المتداول الذي صار يعرفه العام والخاص، على أي عقل يعرض. الناس هذا العقل الجمعي، هذه حقيقة ذهنية ليست حقيقة موجودة في الخارج. ما عندنا عقل يؤول إليه العقول. عقل أنت ما فهمتيش وأنت ما تفهمش. لا يدل على أن البخاري
متنه لا يقبله العقل يدل على أن عقلك لا يعمل كعقل البخاري ليفهم عقل ما أنتجه البخاري. طيب قضية العقل باينة، ولكن قضية المنطق أنا ما فهمتهاش. يقول المتن لا يقبله المنطق. ما هو المنطق؟ هل تقصد المنطق في معناه اللغوي؟ هو مفعول من نطق ما تريد به ظرف الزمان وظرف المكان والمصدر، هذا المنطق. أم تريد منطق العلم ميزان العلوم، أم تريد المنطق ديال مراكش ولا هضرات يقول لك حسن المنطق ديالك زعما ما تعرفش تهضر. هذا تقصد بالمنطق. هذا المتن الذي لا يقبله المنطق على أي منطق تتحدث. فهذه نوع من هذا حلاقي يقول يقبل المنطق. هذا خرج من باب العلم إلى باب الحلقة، هي الحلقة. ولكن المشكل هو الذي يجد الآذان الصغيرة عندما يتعارض المتن في مرأى الرأي مع ما كشف للناس من العلوم. فيقول أحدهم مثلا ناقدا حديث الإسراء لما طرق النبي صلى الله عليه وسلم من باب السماء الأولى وباب السماء، يقول لك السماء حتى عرفوا السماء وصرنا نعرف هذا الكون كيف هو وندرسه وخبرناه وسبرناه ونحدثكم عنه شبرا شبرا. فين هذا الباب وفين دق وفين أنتم تتحدثون عن جسم صلب، هذا اللي فيه البيبان صلب، هذه كلها أجرام صلبة. السماء كلها هواء أكسداري. واش هذه الهضرة؟ فيقول أنا لا أقبله. وأنت شكون سولك؟ لا تقبله شكون انتهى فيك كاع؟ ولا يقول أحد في حديث مثلا أن الشمس عندما تغرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر هل تدري أين تذهب الشمس؟ قال إنها تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن فيأذن لها فتطلع فيوشك أن تذهب فتسجد فيؤذن لها فتستأذن فلا يؤذن لها فترجع من حيث جاءت، وذلك حين طلوع الشمس من مغربها. نقول لك شد كلام كيف الشمس تحت العرش تستأذن ما تستأذنش، وهذا في البخاري. طيب أنا سأختصر لكم الكلام اختصار. الحديث بمثل هذا إذا سلط هذا النظر على البخاري فإنه يسلط أعظم منه على القرآن. وإذا تطرق الكذب إلى البخاري بهذا السبب فسيتطرق إلى القرآن أيضا. أليس ربنا تعالى ليحكي عن سفر الخضر العبد الصالح قال فوجدها تغرب في عين حامئة وفي قراءة حامية. الشمس تغرب في عين، هو وجدها تغرب في عين حامية. هذا على بادي رأي هؤلاء. طيب ربنا سبحانه أليس يحدث عن ياجوج وماجوج؟ أليس يقول في سورة الكهف أيضا أجعل بينكم ردما حتى إذا طيب الكرة الأرضية كلها مصورة. أين هو هذا الموضع المكان الذي فيه جبلان وصل بينهما بهذا السد المصنوع من القطر النحاس المذاب كذا، والذي خلفه قوم يحفرون منذ ألوف السنين ولم يحفر. وأي مادة هذه التي تحفرها اليوم كله فإذا ذهبت لتنام ورجعت وجدت ما حفرته قد سد. أين مادة هذه؟ إيش من المادة؟ من الصلب. هذا القرآن. طيب رد هذه الآية تيجابها البخاري ومثل هذا كثير. فإذا سلطت مثل هذا النظر على البخاري كن وفيا وسلطه على القرآن واخرج من الإسلام. وقل قال الإسلام أنا ما مناسبنيش لأنه دين خرافة، وأنت تخاطبنا على أنك مسلم فنخاطبك على أنك مسلم. نحن لا نخاطب بهذا النصارى يهود لا، نخاطبك أنت لتقول أنا مسلم، أنا أنتقد البخاري لا أنتقد القرآن. والذي تفسرون به القرآن نفسر لك به البخاري.